الشيطان مش لازم يسرق منك النعمة، كفاية يخليك ما تشوفهاش. عمرك حسيت إن حياتك فيها حاجات كويسة بس أنت اللي مش حاسس بيها؟ يومك يعدي وفي حاجات حلوة بس موقف واحد بس يضايقك، تلاقي نفسك واقف عنده ومش شايف غيره. طب ليه؟ هو فعلا مفيش نعم ولا في حاجة بتتسرق من غير ما تحس؟ ربنا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني النعم كتير بس الشيطان مش محتاج ياخدها منك، كفاية يخليك تشوفها عادية. صحتك عادية، الأمان عادي، الناس اللي حواليك عادي، لحد ما النعم تخرج من إحساسك، مش لأنها راحت لكن لأنك ما بقيتش شايفها. فطبيعي جدا تحس إنك محروم حتى لو أنت مش محروم. وعشان كده أول كلمة في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، مش بس كلمة، دي كأنها بتفوقك. بص تاني، في نعم كتير انت ناسيها. طيب، لو كل حاجة انت شايفها عادية دلوقتي اختفت يوم واحد، يوم واحد بس، كنت هتحس بإيه؟ يمكن المشكلة مش في حياتك خالص، يمكن المشكلة في الطريقة اللي انت شايف بيها النعم. وده اللي هنكتشفه مع بعض في الحلقة الجاية. مستنياكم.